السلام عليكم. بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش مع بعض. غبت عنكم كتير. حصل كذا دروب كده. الحمد لله الدنيا دلوقتي بقت احسن ان شاء الله. مش هغيب عنكم تاني. واكتبوا لي بقى في الكومنتات عايزين نتكلم على ايه، عايزين نتكلم على معلومة معينة، في نظام معين عايزين نسأل عنه، في اي سؤال عندكم قولوا لي وانا هجاوبكم في الكومنتات او هعمل لكم فيديو وانزل لكم الاجابة فيه. النهارده بقى عايزه اقول لكم على حاجه بتتكرر كتير قوي عندنا في العياده او في عموما حتى في الاونلاين. دايما التسويف ان انا عايزه ابدا دايت، لا انا مش هبدا النهارده، انا هبدا بكره. طب ايه ده بكره؟ لا ده احنا عاملين محشي. لا طب خلاص بعده. طب انا لا ده احنا عاملين مكرونه. طب الحق ده انا عندي عزومه. فطول ما انا كل يوم بقول لا انا هبدا بكره، لا انا هبدا بعده، انا مش هبدا. انا لازم ابدا في نفس اليوم اللي انا عايز اعمل فيه دايت، لازم ابدا في نفس اليوم. التسويف دي حاجة بتخلينا نتعطل وما نبدأش، فلازم ما نعملش الحاجة دي. تاني حاجة ان انا ساعات مخي بيبقى عايز اشرب، بيبقى مترجم ده ان انا جعان، فبيبقى دايما رايح لناحية الحلويات، وخصوصا عند الناس اللي عندهم انسولين ريزيستنس، مقاومة انسولين او تكيسات مبايض، او عندهم كورتيزول عالي، عملوا دايت كتير وقت طويل. ده بيخليهم ان هم اصلا زهقانين وما عندهمش خلق ان هم يكملوا على دايت. فدي برضو حاجة بتخليني ان انا ببقى حاسة ان انا جعانة وانا اصلا مش جعانة. فاهم حاجة تاني حاجة اعملها ان انا لازم اشرب مية، اشرب كوبايتين مية واقعد استنى كده نص ساعة. الاحساس الجوع ده راح مني يبقى تمام. لا لسه انا جعان ولسه عايز الحاجة المسكرة دي، يبقى ساعتها بقى هاخد ايه؟ هاخد حاجة مسكرة، هاخد سواء هاخد ثمرة فاكهة او هاخد حاجة حلوة حسب الكالوريز اللي محسوبة لي في اليوم بتاعي. تالت حاجة بعملها ان انا ما بنامش بالليل، فبلخبط هرموناتي. هرمون الليبتين، هرمون الجريلين بيتلخبطوا. ده الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع، فبالتالي بيقل الجروس هرمون، هرمون النمو. بتلاقي نفسك مقريف طول اليوم، الحرق بتاعك زيرو، مش قادر تعمل اي حاجة، مهبط، متضايق، مش طايق تكلم حد، وجسمك مخزن مية. دي حاجة ما ينفعش ان انا اعملها واجي اقول انا ما نزلتش ليه. يبقى تالت حاجة المفروض ان انا اصلحها ان انا انام بدري واصحى بدري. لازم انام على الاقل 6 ساعات، من 7 ل 8 ساعات احسن حاجة، 6 ساعات اقل حاجة بيكونوا متواصلين. رابع حاجة واهم حاجة ان انا ما اخدش فري وارجع اوزن بعدها على طول واجي اقول ايه ده انا ما نزلتش ليه. وطبيعي ما انت ما نزلتش عشان انت لسه واخد فري. يبقى ما ينفعش ان انا ابقى لسه واخد الفري واوزن في نفس يوم الفري او اوزن بعدها بيوم. لازم ادي فرصة لجسمي ان هو يخرج الدهون اللي انا اكلتها دي ويحرق اصلا الوجبة اللي انا خدتها دي، عشان ما احبطش على الميزان وبالتالي اروح ابوظ واعك وما كملش خالص. لازم ابقى عارفة انا بدأت ليه. انا بدأت علشان اوصل لجسم صحي شكله حلو، صحتي احسن، نهجان قل، قادره اتحرك، قادره اطلع، قادره انزل، ولا انا بس علشان عندي مناسبه معينه عايزه اظبط لبسي فيها وبعد كده هرجع ابوظ تاني. عشان انا لو عرفت السبب هعرف انا هكمل ولا لا. الدايت لازم علشان استمر عليه لازم اصلح مخي. طب ليه الناس اللي بيعملوا تكميم دايما بيفشلوا؟ ليه؟ لان هم بيبقوا فاكرين ان هم خلاص كده هم حلوا الموضوع. التكميم الجراحي فاكرين ان هم كده حلوا الموضوع. بالعكس هم ما حلوش ولا حاجه، هم لجأوا للحل السريع بس اضراره كتير جدا. فانا ما ينفعش ان انا ألجأ للحاجه من غير ما ابقى دارسها وعارف كويس قوي الحاجه دي هتوصلني لفين. التكميم الجراحي صعب ليه؟ صعب لان هو هيسبب ترهلات كتير جدا، ده خصوصا لو كان مع وزن كبير. وطبعا هو اصلا مش بيترشح لو وزنه قليل. كمان بيعمل حاجة ان انا ممكن العملية تبوظ في اي وقت وبيحصل تسريبات. فطب انا ليه ادخل نفسي في جراحة وان انا اكل سوائل بس؟ ده انا اصلا لو كلت سوائل بس في العادي هخس. يا جماعة في تكميم المعدة بدون جراحة احنا بناكل كل حاجة، ما بنتحرمش من اي حاجة، لا دلوقتي ولا بعدين، وبنخس. العكس في التكميم الجراحي ما بناكلش كويس، كل اكلنا بيبقى سوائل وشفاف، وفين وفين على ما ندخل الاكل يبقى مضروب في الخلاط ومهروس بعد فترة، بعد شهر شهرين 3. طبعا ده بالنسبة لنا احنا لو عاملين كده اصلا في العادي هننزل كتير جدا. كنا بنقول ان احنا ما نسوفش، ننام بدري وناكل وجباتنا في مواعيدها، ما نعملش سكيب الوجبة. تمام؟ عشان بس النقطة دي ساعات ناس تقولي انا ما باكلش طول اليوم وتيجي مرة واحدة تروح واكله الاخضر واليابس. ده غلط خالص. عايزة اقول لكم بقى ان انا عايزاكم تتفاعلوا معايا كده وتقولوا لي انتوا بتعملوا ايه غلط وايه صح وايه كنتوا بتعملوا ايه من الحاجات دي وهتصلحوها، وعايزيننا نتكلم على ايه في الفيديو الجاي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما اغيبش عنكم، وحشتوني قوي. التغيير بيبدأ بخطوة،
مش لازم ابقى مثالية وابدأ كل حاجة 100% علشان ابدأ الدايت صح. انا لو بدأت 80% هعرف اوصل وهعرف استمر وهبقى 100% بعد كده. لو عايزاني اساعدك في الرحلة دي واوصلك للنتيجة اللي انت عايزاها واكتر، ونعمل مع بعض تكميم معدة بدون جراحة، تواصلي معايا واكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتصعب عليكي الدايت ونحلها مع بعض. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وان شاء الله كل يوم نبقى مستمرين. شجعوني واكتبوا لي ايه اللي ايه الحاجة اللي بتصعب عليكم الدايت، وايه الحاجات اللي عايزيننا نتكلم فيها. وحشتوني جدا، والسلام عليكم.